يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نور من قناه يومياتي مع نور. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا 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 جدا. انا الفتره اللي فاتت دي كنت بمر بفتره صعبه جدا، قعدت بعيد عنكم بتاع سنه وشويه. آم، يعني حاجات مش كويسه، مش حابه ان أنا اتكلم فيها. قعدت فتره على ما خرجت منها الحمد لله، وبقيت كويسه وبقيت احسن الحمد لله. فقلت بقى اول حاجه ان انا اعملها ان انا ارجع للتصوير تاني، وان انا استعيد بقى حياتي القديمه تاني ان شاء الله باذن الله. ما اوقفش معاكم تصوير باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم وحشتوني جدا جدا. داخلين بقى على رمضان، ربنا يا رب يا رب نبلغنا رمضان باذن الله كلنا باذن الله. انا بدات معاكم الفيديو كده من الشارع. انا خرجت الصبح، جبت حاجات علشان كنت صراحه عايزه اعمل تنظيفات رمضان وتفريزات رمضان والكلام ده كله. رحت الاول جبت فطار علشان كده نشحن طاقه كده، بعد كده نبدا بقى ايه في المعركه اللي احنا ان شاء الله هنشوفها مع بعض باذن الله الفيديوهات الجايه. بس انا حبيت كده نبدا معاكم الاول بفيديو بسيط، وبعد كده بقى نشوف بقى اللي احنا هنعمله سوا باذن الله عشان بقى رمضان والكلام ده كله. ان شاء الله النهارده هيكون فيديو تفريزات عن رمضان، حاجات رمضان باذن الله. حاجه يعني حاجات كده بسيطه. وبعد كده ان شاء الله نخش في الجد باذن الله. بصوا، هو انا الاول رحت جبت فطار، وبعد كده وانا ماشيه لقيت عربيه بتبيع طماطم. كنت محتاجه طماطم، اشتريت كان الراجل بيبيع كيلو ونص ب10. وبعد كده بقى رحت جبت كلور وصابون وحاجات زي كده. وبعد كده ايه روحت على البيت وجبت حاجه حلوه برضو للاولاد. وجبت هنا من عند العلاف دوت برضو كان في حاجات ناقصاني، قلت ان أنا اجيبها. عايزه اقول لكم ان هو وحشني جدا 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 الكلام معاكم، وحشني جدا التصوير و... يعني وحشني قوي الحياه ديت. فان شاء الله ما اوقفش تاني تصوير باذن الله معاكم، واصور ان شاء الله باذن الله فلوجات جايه كتير وما اوقفش تصوير باذن الله، لاني ما بيبعدنيش عنكم صراحه غير شديد القوي. انا كل مره اوقفت فيها تصوير بيكون فيها يعني موقف شديد بيمنعني ان انا اصور، او ان انا آم، ارجع لليوتيوب تاني يعني. دلوقتي خلاص كده انا كنت جبت الحاجه خلاص اللي انا عايزاها، وكنت بجيب شيبس للاولاد. عارفه الناس كتير كده هتقول ده مضر ومش عارفه ايه، بس مش بجيبه على طول، مش دايما بجيبه. بجيبه مثلا لما يكون يعني كل فين وفين، كل كام يوم كده بجيبه، لان انا هم كانوا متعودين على اكله كتير، فما ينفعش ان انا اوقفه مره واحده. عارفه ان المواد الحافظه اصلا غلط على الاولاد، فبفكر صراحه ان انا اوقفها خالص، بس بحاول ان انا اوقفها ايه تدريجيا. روحت بقى على البيت. صراحه انا كنت جايبه حبه حاجات من السوق، نيتي ان انا افرزها لرمضان صراحه، وان انا اعمل مخللات رمضان والكلام ده كله. في حاجات طبختها، في حاجات ما خللتهاش. الحاجات اللي انا لحقتها منها صراحه البسله، وحاجات تانية هعملها برضو معاكم. انا كنت جايبه، رحت السوق لقيت الست بتبيع البسله الكيلو ب25 جنيه. صراحة ما بيقلش عن كده، ولما بيقل بيبقى ب22 او ب20، بيكون البسلة مش كويسة. فعشان كده جبت اللي هي من 25، لقيتها مليانة وحلوة وما فيهاش فاض كتير، فعجبتني. وجبت 2 كيلو قلت افرزهم عشان خاطر رمضان. صراحة دول هيكفوني كام طبخة كده، لان طبعا انا باخد منهم حبة صغيرين على حبة بطاطس وجزر، بيعملوا معايا طبخة كويسة. تمام. كمان عشان كنت عايزه ان انا ازود في الخضار يعني وكده، ان انا اكل الاولاد خضار اكتر. عايزه برضو اجيب سبانخ وافرزها، يعني وفاصوليا وقلقاس. انا صراحه ماليش فيهم خالص، بس بحاول ان انا ايه ادخل الخضار او اكل الاولاد بحاجه يعني فيها فايده. عايزه اقول لكم ان هنا كان النور قطع، وبرضو قلت برضو مصممه ان انا اصور. مش عارفه ليه كل ما باجي اصور بحس ان في حاجه بتعطلني عن التصوير. جيت بقى دلوقتي انا بصور لقيت النور قطع، برضه نورت الفلاش بتاع التليفون وقلت هصور يعني هصور. انا بصراحه مش حابه ان انا اتاخر عليكم تاني في التصوير، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه باذن الله نعمل حبه حاجات حلوه قوي رمضان ان شاء الله تعجبكم. تمام. انا هنا قعدت يعني افرط البسله. هوريكم طريقه تفريزها سهله جدا جدا. انا قعدت جبت الصينيه وقعدت، ولقيت بنوتي جت قعدت جنبي وقالت لي يا ماما اساعدك. قلت لها خلاص ماشي. هي ايديها الصغننه اللي بنتي ايديها دلوقتي ديت، قلت حتى اعلمها اي حاجه وهي صغيره كده، عشان لما تكبر تبقى فاهمه وعارفه الاكل بيتعمل ازاي، وان هي لازم تساعد اي حد بيعمل اي حاجه. ما تبقاش اللي هي قاعده كده وخلاص ومش عارفه اي حاجه في اي حاجه. الصينيه كانتش طايله، دخلت قعدت جوه الصينيه. وهي بتحب برضو التصوير، وتحب تقف قدام الكاميرا وان هي تصور وتقول لكم بصوا مش عارفه ايه، وعندي كذا مقطع ليها برضو في الفيديو دوت هتلاقيها بتتكلم معاكم وبتقول لكم بصوا انا بعملها ازاي، وبتعلمكم يعني طريقه تفصيل البسله. هتشوفوا دلوقتي هتقول لكم عليها. بصوا قطعتها ازاي. دي ونحطها هنا.
الكوب الصغننة، الكوب الكبيرة والصغننة كده. بس ما فيش حاجة هنا، بصوا فاضية، بصوا دي الكبيرة. بصراحة كل ما باجي اصور بتحب تيجي تقعد معايا، يا ماما عايز اصور معاكي. ساعات اخش كده عليها الاقيها مثلا واقفة على الحوض حتى جردل واقفة عليه وتقف تتكلم بقى، حتى التليفون او حتى ترايبوت وتقف تتكلم بقى، بصوا انا بعمل مش عارفة ايه، بصوا النهاردة ايه، بصوا احنا جبنا ايه. كده بتحب التصوير جدا. فان شاء الله باذن الله لو عجبكم طريقة كلامها يعني وكده واستلطفتوها، ممكن اطلعها معايا الفيديوهات الجاية باذن الله. هكلمكم بقى عن تفريز البسله. دلوقتي انا بفرز البسله زي ما هي، ولا بحطها في ميه سخنه ولا اي حاجه، وبتطلع زي ما هي خضره وبتطلع جميله جدا جدا. دي اسهل طريقه للبسله. انتوا بتجيبوها بتفصصوها وبتغسلوها كويس جدا وبتصفوها من الميه، بتسيبوها لحد ما تصفي ميتها خالص، وبتعبوها في كيس والكيس بتخرجوا منه الهواء بتاعه، وبعد كده بتحطوها في الفريزر. عايزه اقول لكم طريقه سهله جدا جدا وبتطلع خضره زي ما هي. انتوا بتاخدوها متلجه، يعني لما تيجي تستخدموها بتخرجوها من الفريزر متلجه وتحطوها تاني على الصلصه على طول على النار على طول يعني، علشان خاطر دي ما ينفعش تفك. يعني انتوا زي برضو الخضار المجمد اللي احنا بنجيبه بنجيبه مجمد وبنحطه على الاكل على طول، ده ما ينفعش ان احنا ايه نسيبه بره لما يفك. تمام، دي طريقه حلوه جدا، جربوها على ضمانتي. كمان كنت جايبه فراوله وكنت جايبه جوافه وكنت جايبه حاجات تانية كتير. صراحه انا اللي عملته معاكم الفراوله والبسله. الجوافه برضو بحطها برضو زي ما هي، يعني بجيبها وبفضي منها القلب البذر بتاعها وبغسلها كويس جدا وبصفيها من الميه بتاعتها وبحطها في كيس في الفريزر. سهله جدا. برضو الفراوله بعملها زي ما انا بقولك كده، ممكن تحطوها قطع زي ما هي، يعني تغسلوها كويس جدا. انا بنقعها في طبق وبشيلها من الطبق بحطها في طبق تاني، بحيث ان انا اشيل منها الرمل كله يسقط تحت والتراب والكلام ده كله، وباخدها نظيفه كده في طبق تاني او في صينيه تانية، بغسلها كده كذا مره علشان خاطر التراب كله فيها اللي ينزل. وبعد كده بقطعها وبشيل منها الورده اللي فوق ديت وبقطعها وبحطها برضو، بسيبها تتصفى وبحطها برضو في الفريزر. دي طريقه سهله جدا جدا. انا صراحه اتسليت فيهم كده على ما النور يجي. كان هنا ساعتها كان النور جه، يعني وقت ما انا كنت بعمل البسله كان النور قاطع، ولما جيت عملت الفراوله كان النور جه. وبنتي بصي برضو واقفه تساعدني، بتشيل من الميه وتديني في ايديا. لازم اي واحده عندها بنوته تعلمها ان هي تساعد مامتها. انا عندي فيديو ليها برضو هي بتساعدني وبتروق معايا وكده، ممكن انزله لكم باذن الله. كده خلاص كنت بقى خلصت الحاجات اللي ورايا في المطبخ ودخلت بقى على الشقه. انا اللي خلاني استعجلت على الحاجات اللي انا افرزها واخلصها هو اني الحاجه كنت جايباها بقالي كام يوم، فما كانش ينفع ان انا استنى عليها خالص. بصوا انا روقت معاكم كده الشقه ترويقي اللي هو العادي. المره الجايه باذن الله هشيل طبعا كل دوت وهغير نظام الاوضه اللي احنا بنقعد فيها، وهروق الشقه ترويقه عميقه جدا علشان خاطر تنظيفات رمضان. استنوا الفيديو معايا ان شاء الله المره الجايه باذن الله يعجبكم. كده خلاص خلصت اوضه النوم، كان فيها غسيل طبقته وكمان كنست الارض وظبطت السرير. الاولاد كانوا بيتنططوا على السرير وكانوا مبهدلينه جامد فروقته. الفرش بتاعه كان نظيف، رجعت تاني حطيته تاني زي ما كان على السرير. وهنا الكنب شلت الكنب ونفضتها كويس جدا. برضو عايزه اغسل معاكم غسله الانتريه غسله كويسه جدا عشان طبعا العيد جاي والكلام ده كله ان شاء الله باذن الله نعمله مع بعض في الفيديوهات الجايه باذن الله. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو واشتراك كمان للقناه. وعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم يعني بخير يا رب دايما وبسعاده وبصحه وبهنا يا رب. انا بجد كان وحشني جدا، وكان وحشني ان انا كنت وحشني جدا، وكان وحشني ان انا اتكلم معاكم، وكان وحشني التصوير، وكان وحشني الاجواء دي قوي. ان شاء الله باذن الله مش هتاخر عليكم تاني. بصوا بقى هنا عندي في الصاله، يعني اكتر حاجه مزهقاني جدا جدا السجاده ديت عشان فاتحه، فعايزه اقول لكم ان هي بتبهدل جامد قوي قوي. ف يعني عايزه اشيلها وان انا افرش مكانها كفر في الارض وخلاص من غير سجاد، لان بجد بتتعبني جدا جدا في تنظيفها ورخمه قوي. يعني بقعد كتير جدا جدا على ما يعني اكنسها. طبعا عايزه كل مره اجيب فرشه وكلور او فرشه وصابون او فرشه ودوني او اي حاجه واقعد ادعك فيها بحيث ان انا انضفها، فمضايقاني جدا جدا لانها فاتحه. فعايزه على طول يكون في كفر عليها مغطيه علشان خاطر هي فاتحه فبتبصم من اقل حاجه. فانا عندي اللمامه دي بحبها جدا، طول ما انا قاعده بتبقى في ايديا وبقعد ان انا
طول ما انا قاعده اي حاجه في الارض مثلا مطرح اكل رده مش عارفه ايه بقعد اعمل بيها على طول. حلوه جدا وسهله جدا وبتلم الشعر والحاجات الوبر اللي في الارض بتشيلها على طول. هنا بقى جيت على السرير اوضه الاطفال. هي مش اوضه اطفال، هي اوضه المعيشه اللي احنا قاعدين فيها. انا حاطه ركنه مع السرير. تمام. انا هنا غيرت فرش السرير، جبت ملاية تانية وجبت برضو دفاية تانية، وبقيت ان انا اغير فرش السرير. برضو المرتبة عايزة اغسلها معاكم، اشوف ان شاء الله باذن الله طريقة اكون جربتها وتطلع حلوة ونتيجتها حلوة واقول لكم عليها، علشان اما اجي اقول لكم على حاجة اكون مجرباها، عشان ما تعملوش حاجة من ورايا تطلع مش كويسة. عايزة ان انا اجرب حاجة وتطلع نتيجتها كويسة واعملها معاكم باذن الله. هنا بقى فرشت الفرش السرير وخلاص كده اكون خلصت الشقة كلها، والشقة كلها نظيفة، وشغلت البخور وخليت ريحة الشقة حلوة وغيرت جو الشقة، وبقيت قاعدة مرتاحة ومبسوطة جدا. عايزة اقول لكم ان شاء الله ان انا مش هتأخر عليكم تاني في الفيديوهات. عايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا، وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وكمان اشتراك للقناة، وهستنى منكم بقى كومنت حلو يشجعني عشان كمان ما اتأخرش عليكم في الفيديوهات تاني. واطلبوا بقى مني الفيديوهات اللي انتوا عايزين اشوفها، انتوا عايزيني اصور ايه او اعمل لكم ايه باذن الله وانا هعمله لكم ان شاء الله. باذن الله اشتغل على القناه الفتره الجايه كويس جدا، وهتوحشوني جدا جدا من الفيديو ده للفيديو الجاي باذن الله. استنوا بقى الفيديوهات الجايه تكسر الدنيا باذن الله. يلا دمتم بالف خير ومع السلامه.